السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده بفيديو جديد على قناه جرينجلي. في كذا شخص كتب لي تعليق وقال لي ممكن تعرفنا ازاي اتشهرت وبقيت ترند في فيديوهات زي الفيديو ده والفيديو ده والفيديو ده. اكتر من 3 4 فيديوهات على القناه طالعين ترند، ان كانت فيديوهات شورتس او فيديوهات عاديه. النهارده يا جماعه هنحكي لكم ازاي طلعت ترند او اتشهرت بالسرعه دي. في ناس برضو بتسالني ازاي ما شاء الله قربت على دلوقتي 8000 متابع والمليون ونص فيو ازاي في الفتره القصيره دي. اول حاجه وهي الحاجه اللي الناس بيكتبوها لك في التعليقات كتير، اي حد مثلا تعمل فيديو كويس او كده يكتب لك تعليق ويقول لك استمر. استمر دي هي اللي لازم تعملها في اليوتيوب عشان تتشهر وتبدأ تحقق ربح. اول حاجه لازم تستمر فعلا فعلا زي ما الناس بتكتب لك، تستمر تنزل فيديوهات كل يوم او كل يوم ويوم. عن كده اليوتيوب هينساك ومش هيخليك الفيديوهات بتاعتك تظهر للناس. فدلوقتي في خوارزميات ولوغاريتميات اليوتيوب عشان تقدر تتشهر، لازم تتبعها عشان تقدر تتشهر. من أساسيات اللوغاريتميات ديت أو الخوارزميات ديت وهو صورة الفيديو. صورة الفيديو أو الصورة المصغرة بتاعت الفيديو لازم تكون شادة جدا للناس، لازم يكون العنوان يشد الناس، لازم الوصف بتاع الفيديو يكون كويس. وطبعا أهم حاجة بعد كل الشكليات ديت يعتبر هو محتوى الحلقة نفسه. محتوى الحلقة اللي انت جاي تقدمه للناس، ما انت مش هتشد الناس على الفاضي وتديلهم محتوى اصلا هم مش عاوزينه او كده. لازم يكون محتوى مفيد للحلقة. فكل ده لازم تعمله عشان تقدر تتشهر في اليوتيوب. في ناس بقى تفضل تقدم محتوى سنين كتير على اليوتيوب ويجي يقول لك اليوتيوب دوت مفيش منه منفعة، وان هو منصة مش حلوة، وان هي مش بتشهر اي حد وبتشهر اللي هي عاوزاه. طبعا لا، اليوتيوب محتاج اللي يقدم اللي هو اليوتيوب عاوزه. اليوتيوب عاوز محتوى يكون كل حاجة فيه متظبطة. اليوتيوب عاوز محتوى يكون كل حاجة فيه متظبطة، كمان المحتوى يكون كويس وشادد للناس، هيديه لكل الناس. يعني ما تعملش محتوى تافه مثلا ولا الحاجات اللي هي الهبلة، لا، تعمل محتوى مفيد فعلا للناس. اليوتيوب هيدي الفيديوهات كلها للناس. كل ده بيفرق جدا مع اليوتيوب ويخليه بغصب عنه يشهر لك الفيديو بتاعك ويخليه يوصل لأكبر عدد من الناس. وكمان دلوقتي يا جماعة الناس بقوا محتاجين الحاجة اللي هي يكون الفيديو قصير، ما يكونش الفيديو هري وكبير على الفاضي. يعني مثلا ما تعملش فيديو هو أصلا يستحق 3 دقايق تعمله في 10 دقايق، محدش هيجيلك. واعرف إن اليوتيوب أي فيديو طويل ما بيشهرهوش قوي. الفيديو اللي هو مثلا 5 دقايق 3 دقايق كده هو ده اللي بيتشهر في اليوتيوب. فحاول على قد ما تقدر تخلي الفيديو بتاعك مش طويل قوي. هو انت طول فيه كل حاجة بس مش طويل قوي، ولو الكلام هيخلص في دقيقتين او 3 خلصه، مش لازم تطول 10 دقايق. انت ازاي اتشهرت بسرعة كده؟ وحد قال لي اعمل حلقة فعملنا لكم الحلقة بناء على طلبكم بس كده. وما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب ونشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم.